السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. عايزك تركن لي كل الكونتنت اللي انت شفته على القناة قبل كده، شوف الحاجات اللي هنقدمها خلال الفترة اللي جاية. بس ده طبعا مش هينفع من غير دعمكم. عايزين نوصل ل 40,000 مشترك في اقرب وقت، فما تنساش لايك للفيديو، اشتراك القناة، ومش هقولك تعمل كومنت دلوقتي عشان في مفاجأة في اخر الفيديو. فيديو النهاردة زي ما انت قرأت كده ان هو هيكون تسريب من الكورس اللي هعلن عنه خلال الفترة اللي جاية، والحاجات اللي انت هتسمعها او هتشوفها هي حاجة كده ايه، فسفوسة صغيرة من الكونتنت اللي موجود في الكورس. طب انا عملت ده ليه؟ عملت ده عشان ابين لك ان انا خلال ال6 شهور او اكتر اللي انا قاعد بجهز فيهم الكورس، انا متاكد ان انت هتطلع من الفيديو ده باكبر كم استفاده، والفيديو ده لا يمثل الا 5% من المحتوى اللي هيكون موجود في الكورس. فمش هقعد بقى اقول لك الكونتنت واعظم في الكونتنت وفي نفسي وفي الكورس والحاجات دي كلها. انا هسيبك انت تحكم بنفسك وهتكتب لي رايك في الكومنتات، انا مستنيك. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه قوي، وهي الكامبين او الحمله الاعلانيه. حاجه مهمه جدا ممكن تكون انت سمعتها، بس في كواليس كتير ورا الموضوع انا متاكد ان انت ما تعرفهاش، وانا بحضر الكونتنت في حاجات كتير انا ما كنتش ملم بيها، فقلت اشاركها معاك. اول حاجه ايه هي الكامبين؟ الكامبين هي حمله تسويقيه او اعلانيه بتنطلق لمده معينه لهدف معين وباستراتيجيه محدده. طب لحد كده الكلام حلو، يعني ايه بقى استراتيجيه محدده دي؟ الاستراتيجيه ده الطريق اللي بتمشي عليه الحمله عشان توصل لنتيجه معينه او هدف معين. يعني من الاخر كده الموضوع ما بيبقاش عشوائي، الموضوع مدروس ولازم في نتائج نوصل لها. نخش لتاني موضوع، ان اي حمله اعلانيه ناجحه لازم يبقى فيها عناصر، العناصر دي لو توفرت بشكل كويس ومدروس هتطلع بافضل نتائج. اول حاجه الاوبجكتيف، احنا عايزين الحمله دي تحقق ايه؟ تحقق مبيعات، تحقق وعي، تحقق تفاعل، وحاجات تانية كتير هنقولها قدام. التارجت اودينس، احنا هنكلم مين، مكان وسلوك وعمر واهتمامات. تالت حاجة المين مسج او الرسالة الاساسية من الكامبين دي، احنا هنقول لهم ايه وده هيهمهم في ايه. رابع حاجة حاجة اسمها التشانلز، المنصات اللي هتتعرض عليها الحملة الاعلانية. هل هتنزل في برينتنجز او مطبوعات؟ هل هتنزل على السوشيال ميديا؟ ممكن طبعا تنزل على كل دول. وفي الحالة دي بيبقى اسمها 360 كامبين، يعني كامبين 360 درجة بتحاوط العميل من كل الاتجاهات. هتطلع لك في اي مكان، ماشي في الشارع هتشوفها، بتقرأ حاجة هتشوفها، فاتح موبايلك على اي سوشيال ميديا هتشوفها. خامس حاجة معانا التايم لاين، هتبدأ تتعرض من اول امتى وهتستمر الفترة زمنية قد ايه. خامس حاجة البادجت، ودي الميزانية اللي محطوطة للكامبين عشان نشوف هنقدر نصرف عليها اعلانات قد ايه وسبونسر قد ايه، وهتحقق وصول وريتش ونتائج قد ايه. اخر حاجة حاجة اسمها KPIs، ودي اختصار لكلمة Key Performance Indicators او مؤشرات النجاح. الكامبين لما بتخلص بيشوفوا مؤشرات النجاح بتاعتها، هل احنا كنا بنعمل اويرنس فالكامبين حققت ريتش ومشاهدات كتير، ولا كنا بنعمل انجيجمنت او تفاعل ففي لايكات ورياكتس وشيرز كتير، ولا كنا عايزين سيلز وزيادة مبيعات ففي اوردرز كتير وفي طلبات كتير، ولا احنا كنا مثلا عايزين الناس تحمل الابلكيشنز ففي نسبة داونلودز كتير. وكل الحاجات دي بتبقى موجودة في KPIs دي او مؤشرات النجاح. طب الجزء اللي بعد كده بنتكلم عن حاجة اسمها مراحل الكامبين. الكامبين بتمشي بمراحل معينة عشان تحقق هدف او نتيجة مطلوبة. اول حاجة مرحلة الريفيلر، ودي بنسميها مرحلة التشويق. انت بتثير فضول الجمهور انهم يستنوا يعرفوا المنتج ده او الخدمة دي هتكون ايه، فبتحاول تستفزهم بقدر الامكان. وكل الحاجات اللي انا بقولها لك دي هشرحها لك بمثال عملي عشان تتاكد ان المعلومه وصلت. بعد ما بنعمل الريفيرال ونخلي الجمهور او الاودينس مستني يعرف ده هيكون ايه، بنقوم نازلين بحاجه اسمها ريفيلر. دي بقى بنكشف عن المنتج او الخدمه. وخلاص يا جماعه احنا اهو، وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الريفيلر. ولازم الاتنين يبقى ليهم علاقه ببعض، يعني اللوك اند فيل بتاعهم يبقى واحد، بحيث ان انت لما تيجي تشوف الريفيلر تربط ان ده كان بتاع التيزر اللي موجود قبل كده. واخر حاجه ودي ممكن البراندات تعملها او ما تعملهاش، مرحله اسمها الريمايندر كامبين، ان انا بفكرك بالكامبين اللي كانت معموله قبل كده، بس مش بان انا بعيد نفس الكونت او الافكار، لا، ان انا بطلع لك حاجات جديده بس برضه باللوك اند فيل، وهنفهم ده ازاي كمان شويه. طيب ندخل لاخر جزء من الجزء النظري قبل ما ننتقل للجزء العملي، وهو ايه هو انواع الكامبينز اللي موجوده. اول حاجه اللونش كامبين، انت عندك منتج او خدمه جديده لسه منزلها، فبتعمل لها حاجه اسمها لونش كامبين، ان انت بتطلق الخدمه دي او المنتج للجمهور. تاني حاجه حاجه اسمها اويرنس كامبين، بنركز فيها اكتر على اسم البراند، على
الجايد لاين بتاع البراند، على الايدنتيتي بتاع البراند، عشان اخلي الاودينس عنده وعي ويرتبط بالبراند ده. تالت نوع معانا السيلز كامبين غرضها الاساسي ان احنا نزود المبيعات من خلال العروض المباشره، وان احنا نعمل سيلز واوفرز وكل الحاجات دي. النوع الرابع وهو الانجيجمنت كامبين او الكامبين التفاعليه، عايزين الناس تشارك معانا، فبنعمل لهم مسابقات، بنعمل لهم العاب، بنعمل لهم كويزات، كل الحاجات دي بحيث ان هو يتفاعل مع البوستات بتاعه البراند. النوع رقم 5 وهو الريبراندنج كامبين، ودي كامبين بنعملها لما انت بتيجي تعمل ريبراند للبراند بتاعك او تغير اللوجو او الهويه. انت ما بتنطش كده من القديم للجديد، لا، انت بتخلي الاودينس يعيش معاك تجربه الريبراندنج ويشاركك وتاخد رايه، وايه رايك في الابديتس اللي احنا عملناها، وايه رايك في الريبراندنج وكل الحاجات دي. واخر نوع معانا وهو السيزونال كامبين، ومن اسمها كده بتبقى كامبين معموله في سيزون معين، حاجات مثلا بنعملها في رمضان، حاجات هنعملها في العيد، على حسب طبعا الاندستري او النشاط بتاع البراند نفسه. طب احنا كده اتكلمنا بشكل نظري وفهمنا اكتر عن الكامبينز، تعالى بقى نطبق كل اللي احنا قلناه ده بشكل عملي من اول البريف، وازاي الكامبين دي اخليها تيزر، وازاي اخليها ريفيلر، وازاي اخليها ريمايندر، وكل الكلام ده. فيلا بينا بص معايا كده، ده البريف اللي احنا هنشتغل عليه، منتج دراي فود اسمه الفا بتاع كلاب. تعالى كده قبل ما ادخل في الموضوع اشرح لك الدنيا بتمشي ازاي. انا كلاينت عندي الفا دراي فود ده، فبروح لادفرتايزنج ايجنسي بقول لهم والله يا جماعه انا عندي منتج كذا كذا كذا، وفي منه اشكال كذا كذا، وعايز اعمل له كامبين. فبيقعد مع الكلاينت حد اسمه اكونت مانجر، حلقه الوصل بين الكلاينت والكرييتيف تيم. ممكن يبقى موجود معاه في نفس الميتنج الار دايركتور، وممكن يبقى موجود الكوبي رايتر. الكامبين بتمشي في 3 اتجاهات. اول اتجاه الاستراتيجي، الناس بتوع الماركتنج يعملوا الاستراتيجي بتاعه الكامبين. تاني نوع الكوبي رايتنج، لو هنعمل اعلان فالناس بتوع الكوبي يبداوا ان هم يطلعوا الكوبيز بتاعه الاعلان، لو هنعمل سوشيال ميديا يطلعوا الكالندر والكابشن والتي او في وكل الحاجات دي. وتالت اتجاه معانا هو اتجاه الكرييتيفز، الناس بقى المبدعين اللي زي وزيك اللي بيبداوا يشتغلوا على الفيجوالز، لو في موشن، لو في انيميشن، كل الحاجات دي. بعد ما الميتنج ده يخلص بيقعد الار دايركتور والاكونت مانجر يترجموا دماغ العميل والكلام اللي هو قاله ده في صوره حاجه اسمها كرييتيف بريف، او البريف اللي بيدخل للتيم الكرييتيف. طيب بيبقى موجود في ايه البريف ده؟ اول حاجه بيبقى موجود فيه الكامبين تايتل، احنا هنعمل كامبين على ايه؟ ما هو ده مش بعد ما بقعدوا مع العميل دايركت، ده بعد ما بقعدوا كده يقفلوا على نفسهم ويمخمخوا ويطلعوا بالكرييتيف بريف ده. وطبعا ده قبل ما بيدخل للتيم الكرييتيف الكلاينت بدي ابروف عليه عشان ما نشتغلش وكل اللي احنا اشتغلناه ده يترمى في الزباله. فاول حاجه موجوده حاجه اسمها الكامبين تايتل. الكامبين تايتل ده بيروح لديزاينر في التيم بتاع البراندنج يعمل حاجه اسمها التايبو اللي بيبقى موجود ثابت على التصميمات، يطلع منه مثلا 3 اوبشنز 4 اوبشنز ويبدا يتبعته للكلاينت، والكلاينت يدي الابروف عليه. التايبو ده اللي هنثبته في التصميمات، وليكن مثلا على حسب بقى تظبيط اللي اوت احنا هنحطه كده تحت على اليمين. عندي بعد كده الاوبجكتيف اللي احنا قلنا احنا عايزين الكامبين دي تحقق ايه، فهو رفع الوعي. كلمه الوعي دي يبقى انا عايز اعمل اويرنس بمنتج الفا كخيار صحي ومغذي للكلاب، وعايزين نبني علاقه انسانيه ومرحه بين الكلب وصاحبه. ترسيخ الصوره الذهنيه دي ان الناس تفضل فاكره المنتج ان الفا مش مجرد دراي فود، ده وجبه تليق بافراد العيله. افراد العيله دي المقصود بيهم الكلاب. بعد كده التارجت اودينس زي ما احنا قلنا، مين، سلوك، عمر، كل الحاجات دي. فبيقول لك اصحاب الكلاب شباب طبقه متوسطه وعليا، الناس مثلا كلاس A وايه، الناس المهتمه بصحه الحيوانات والكلاب وبيركزوا على التغذيه الجيده، والناس اللي بتحب التصوير والمحتوى المرح والسوشيال ميديا، والناس بقى ايه الفاني كده. طيب فكره الكامبين ايه؟ بيقول لك ان الفا بيقدم وجبه متكامله تستحق تتقدم على سفره. من الاخر كده هم عايزين يفخموا قوي موضوع الفا ده، وان هو مش مجرد دراي فود، دي وجبه كامله للكلاب تتحط على سفره تليق بالكلب بتاعك. وبيقول لك ان كل كلب بيعكس شخصيه مختلفه لكن كلهم بياكلوا الفا. فده معناه في الفيجوالز ان احنا مش هنستخدم كلب واحد نثبته في التصميمات، احنا هنجيب اكتر من شكل للكلب. بعد كده الديليفرابلز او الحاجات بقى الاوتبوت اللي هيطلع، احنا هنطلع ايه؟ هنطلع 3 ماستر كي فيجوال. وعندي حاجه مهمه قوي اسمها الكي مسج، الرساله الاساسيه ايه. فبيقول لك ان الفا وجبه متكامله مش بس دراي فود، وان هو بدون مواد صناعيه ويناسب جميع الكلاب. دي برضو بتنهانس ان احنا نستخدم ايه اكتر
من كلب. ال2 او في هنا مش معناها تكست اون فيجوال او الكلام اللي هيتكتب على التصميم، لان احنا بنتكلم عن حمله اعلانيه كامله، فاللي هيتكتب على التصميم الكامبين تايتل اللي شرحناها اول فوق. طب التي او في هنا معناها ايه؟ معناها هنا تون اوف فويس، صوت البراند هيبقى عامل ازاي، الطريقه اللي هنكلم بيها الاودينس هتبقى عامله ازاي. فبيقول لك ان هي حاجه كده مرحه وحاجه فيها لمسه انسانيه، احنا عايزين نلمس مشاعر الناس اللي بتربي الكلاب. وبس كده، ده كان البريف اللي معانا. البريف ده زي ما قلنا بيدخل يتم الكرييتيف. انا كفيجوال ارتست او راجل جرافيك ديزاينر، البريف ده كفيل قوي بالنسبه لي يوضح لي الفكره كلها وانا هشتغل عليه. بعد ما بتقرا البريف ده بتقعد مع نفسك كده نص ساعه هدوء، تقرأه تاني بالراحة وتحاول تفهمه وتفصصه وتطلع كل اللي فيه. بعد كده يا باشا بتعمل الانسبيريشن بتاعك، تشوف كل الكامبينز اللي اتعملت في الموضوع ده وتبدأ تطلع بدايركشن معين. انا مثلا هنا اساسي عندي السفرة والكلب، فخلاص انا هجيب كلب قاعد على سفرة قدامه طبق الدراي فود، جنبه المنتج، قاعد في مطبخ مثلا معين او مكان السفرة بتتحط فيه، وهلعبها على الوان على حسب الالوان المنتجات اللي عندي. فهتبدأ تطلع تشوف الصور بتاع المنتجات دي وتطلع منها كولر باليت، تبدأ ان انت تشتغل عليها. وبعد كده هتبدأ تحمل استوكاتك، فهتدخل على عمنا وعم الكل شطر ستوك وهتكتب له ايه بقى. بص كده كلمة فاني دي حلوة قوي وكي وورد محترمة قوي. لو انا مثلا كتبت فاني بيزنس مان، تمام، تعالى كده شوف الصور اللي هتطلع لك صور كلها كاتش جدا ومختلفة. بص مثلا الصورة دي ممكن كامبين معينة تطبقها عليها. بص مثلا الصورة دي مختلفة برضو، وانا استخدمتها قبل كده في كامبين معينة. فكده معانا كي وورد اسمها فاني. طيب انا عايز كلب بياكل، فكل اللي انا هعمله ان انا هكتب فاني دوج ايتنج، هيطلع لك حاجات كتير قوي برضو مختلف. انا مثلا عجبتني دي، حسيتها مناسبة قوي مع الكامبين اللي عندي. فبعد ما بتشوف دي بتدخل على الاكونت بتاع المصور نفسه وتبدأ تكتب دوج ايتنج برضو، وتعال نشوف كده الصور اللي موجودة كلها. فعندك مثلا دي حلوة بتتكلم عن المشاركة والشيرنج، عندك الصورة دي وعندك الصورة دي وعندك الصورة دي. كده انا طلعت المين ستوك بتاع الثلاثة ماستر فيجوال، 3 ستوكات نفس الدايركشن نفس الفكرة. عندي سفرة، عندي دراي فود، هاخدهم اركبهم في مكان مناسب، شويه ريتاتشنج، احط المنتج، شكرا. طيب عايز اجيب بقى استوكات المكان اللي الكلب بالسفرة ده هيتحطوا فيه. من هنا وجاي هسيب لك تحت في وصف الفيديو اكونتات شاتر ستوك دي، كده مكتبه عندي ناس او مصورين او اكونتات انا اول ما بسيرش على حاجه بسيرش فيهم. فايمج فلو ده من اهم الاكونتات بالنسبه لي وبيطلع لي نتائج كتير كويسه. فانا مثلا هكتب كيتشن وهتبدا تشوف النتائج اللي هتطلع لك. هتلاقي حاجات كتير قوي معتمده على الستايل المينيمال، مفيش تفاصيل كتير، ولكن الريندرنج والاضاءه وكل الحاجات دي كويسه. فهتبدا تشوف ده بناء على قلنا ايه الكالر باليت اللي انت هتطلعها من صور المنتجات. فانا مثلا استقريت على ال3 صور دول، المطبخ ده والمطبخ ده والمطبخ ده. طب الخطوه اللي بعد كده تعالى بقى نفتح الفوتوشوب كده وافهمك شويه حاجات. هو ليه الماستر فيجوال لازم يبقى بالعرض؟ ده هنقوله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله على القناه، بس هو فعلا لازم يبقى بالعرض. انا هاخد المطبخ هحطه هنا، تمام، وهجيب صوره الكلب ده هحطه هنا، وهعمل كده ريموف باك جراوند للصوره دي وهاجي احطها هنا. انا مش هشتغل في الفيديو ده تنفيذ، انا عايزك تشغل دماغك معايا وتفهم الحاجات دي كلها بتتعمل ليه. انت لما تحط الاتنين دول على بعض كده، لو انت جيت شفت الصوره دي هتفهم ايه في غموض، في حاجه مش مفهومه في الصوره، ولكن الصوره كاتش وضعيه الكلب وانه قاعد على سفره ومطلع لسانه كده، هو مستني حاجه. طيب تخيل كده ان الصوره دي انا ظبطتها وخلصت الريتاتشنج وكل حاجه والالوان والبرسبكتيف لو ده محتاج ينزل شويه كل الكلام ده، وقمت جاي كاتب لك كده كلمه بخط فاني كده وشكلها كويس، قلت لك هو جاي. هو ايه اللي جاي؟ الدراي فود. في الحاله دي بقى ده اسمه تيزر. ليه بقى؟ لان انا ما اعلنتش عن اي تفاصيل، لا حطيت لوجو ولا منتج ولا اي حاجه، انا سرت فضولك انك تستنى تعرف هو مين اللي جاي. فده كده اول حاجه ان انا قلت لك ايه هو جاي، انا كده خلصت التيزر بتاع الكامبين دي. طيب لو انا عايز اعمل ريفيلر، فهاخد صوره الكلب اللي بعده اشيل منه مثلا كده الباك جراوند واجيب شكل المطبخ التاني اللي انا نزلته نكبرها وناخد الكلب ده نحطه هنا، وهاجي بقى اخد صوره المنتج بتاع الفا ده احطه ايه على الترابيزه جنبهم هنا، وتبدا تقفل الفيجوال بتاعك يا باشا وتريتاتش وكل الحاجات دي. لو الالوان مش مناسبه فانت هتيجي من هنا تختار السيان، تقوم بس ايه قلبه على ازرق شويه عشان يناسب الباكجنج بتاع الكيس اللي عندي ده، وكذلك برضو الترابيزه والكلب اللي موجود ده السيان ده ايه تقلبه الازرق وتقفل الفيجوال بتاعك. انا هنا اعلنت عن المنتج
الدراي فود بدأ يظهر معايا في الطبق اللي كان فاضي، يبقى ده هنا بقى ريفيلر. فايا كان الكابشن اللي انت هتحطه هو كده كده وصلني المسج من التصميم وان ده ايه دراي فود. فممكن مثلا تكتب بقى اي حاجه عن السفره، او مش مجرد دراي فود ده سفره كامله ومش عارف ايه كل الكلام ده. ففي الحاله دي انا حولت التيزر لريفيلر بنفس الدايركشن. اهم حاجه في الكامبين كلها ان هي تبقى ماشيه بنفس الدايركشن. هتمشيها ازاي؟ هتمشيها ان استوكاتك كلها تبقى بنفس الزاويه. هنا مثلا كلب على سفره كلهم يبقوا قريبين من بعض، لان الكامبين بتنزل على تايم لاين كبير، بتنزل على لونج تيرم، بتنزل على فتره زمنيه طويله، فلازم عينك تربط ان كل دول لنفس البراند. ممكن بقى تبدا تجيب كرسي تحطه ورا هنا بالجنب بطريقه معينه، يبقى الكرسي مثلا من ورا كده اللي باين ورا الكلب عشان برضو تاكد ان دي سفره. تحط كرسيين مثلا هنا مش عارف ايه، تظبط الموضوع فيجوالي. مش تركيزنا النهارده. المرحله الثالثه من الكامبين قلنا حاجه اسمها ريمايندر كامبين، ان انا بعد ما الكامبين تخلص انا عايز افكر الناس فاكرين الكامبين بتاعتنا اللي كانت عامله قلق هنعملها ازاي. فاجي مثلا اعمل فيجوال ثالث، اجيب صوره المطبخ اللي بعده بالكلب اللي بعده ده مثلا واعمله ريموف باك جراوند. واخد بالك معايا اختيار الالوان عامل ازاي؟ بما ان الترابيزه المفرش اللي عليها رايح ناحيه البن شويه، فالمطبخ اللي عندي عامل ازاي، فبالتالي الماتشنج بتاع الالوان طالع كويس قوي ازاي. هتحط مثلا الكلب ده كده او ايا كان، وهتبدا تجيب صورة المنتجين بتوعك تحطهم هنا. واحد مثلا هحطه هنا، واحد هحطه هنا، وابدا اقول للناس او اتكلم مع الناس اقول لهم مثلا ايه تختار الفا بريميوم ولا الفا كلاسيك. جبت للكلب بتاعك الفا بريميوم ولا الفا كلاسيك. ده بعد ما الكامبين بتخلص انت بتفكرهم بس مش بالتصميمات القديمه، بتفكرهم بتصميم جديد كان نفس الدايركشن. تحاول تميكس. حطيت مثلا هنا صورة منتجين بقول لهم تختار ده ولا ده، فالناس تبدا ان هي تتفاعل معاك. يبقى انت كده برضو حققت انجيجمنت او تفاعل مع الاودينس بتاعك. وبس كده، ده كان موضوع فيديو النهارده. عايز اقول لك ان انت لو وصلت معايا لهنا فانا حابب اشكرك ان انت اخدت من وقتك كل ده، وعايز اعرف مدى استفادتك من الموضوع لان هقيس عليه حاجات كتير. وعايز اقول لك ان اي حد هيكتب كومنت على الفيديو ده هياخد خصم محترم على الكورس ان شاء الله. مش هقول كام، بس اكتب لي كومنت هنا وقول لي رايك، وهل فعلا استفدت ولا لا، وكان في معلومات جديده بالنسبه لك ولا الحاجات دي انت سمعتها قبل كده. وعايزك تتخيل معايا ان في كلاينت طالب منك كامبين، فانت لو دخلت اتكلمت معاه في كل التفاصيل دي وشاف قد ايه انت حد فاهم، صدقني والله العظيم لو طلبت في الكامبين دي $5000 هو هيبقى دافع ومطمن ان هو بيتعامل مع حد ثقة وحد فاهم شغله. وبس يا صديقي، اشوفك في فيديوهات جاية اقوى واقوى. سلام.